أنا ما فيني أتم عايشة بذنب إني أنا بعرف إنه ممكن يكون في ضحايا جداد وأنا ساكتة. أنا اسمي حلا مغامس. اليوم قررت إني أطلع أحكي عن حادثة التحرش يلي تعرضت له لما كنت عايشة بحلب من أستاذ رياضيات مروان سبع، وهو بيدرس بمدرسة الأمل رياضيات. درسنا على مدة طويلة، وبعدها لما كسرنا بكالوريا حطينا عنده دورة خاصة أنا ومجموعة تانيين من الأشخاص، ما رح أذكر اسمهم لأنه هن ما مستعدين يواجهوا هذا الشيء. أنا ما فيني أتم عايشة بذنب إني أنا بعرف إنه ممكن يكون في ضحايا جداد وأنا ساكتة. كنا ندرس عنده درس خصوصي، كنا مجموعة كتيرة. أنا رح أحكي عن حالي شخصياً، القصة اللي صارت معي. دايماً بحكي مع طلاب مواضيع الجنسية. كان بيقول لي إني أنت إنسانة مدمرة بسبب حادثة بالماضي صارت معك، مشوهة نفسياً وجسدياً، أنت كلك عقد وفاشلة ورح تفشلي بالحياة إذا ما بخليني أساعدك. لعب على هذا الموضوع، وصار تبع إنه بقي بعد الدرس، تعي قبل الدرس، تعي فلان يوم. كلياتنا كان بالنسبة لنا أمر طبيعي إنه هو يبوسنا ولا يقعد حدا بحضنه ولا يوشوش حدا شي بدانه ولا يبوس حدا من رقبته، لأنه نحن محسبين إنه هذا مثل أبوي ولا جدي، إنه وهذا شخص موثوق من الجميع، أكيد هو الصح وأكيد هو اللي بيحسن يساعدني ويخلصني من عقدي النفسية. أول خطوة من التحرش الواضح هي إنه بيدعي إنه هو بيعرف نوع الصدمة يلي الإنسان متعرض له من شكل جسمه. طبعاً كمراهق قدامه بيصدق لأنه كتير سهل واحد يلعب على حدا مراهق، فبيبلش تبع إنه فرجيني جسمك. لا، ما عم بشوف هذا الشيء، لازم تشيلي ثيابك مشان أقدر أشوف. لا، أنت ما بصير تقاومي، لازم تخليني أنا أساعدك لأنه أنا بعرف وأنا مساعد كتير عالم. هيك لبين ما تمادى جدا ووصل لمراحل مقرفة. أنا كشخص مراهق بعض الأشياء ما كنت عم بفهم حتى إيش هي، إنه هذا ممكن يكون اسمه تحرش. بعد ما خلص هذا الموضوع سافرت على كندا. كنت الفترة كلها اللي كنت فيها أنا بكالوريا عم معدية بحالة النكران يلي هي أول حالات PTSD يلي هي اضطراب ما بعد الصدمة. لما ما طلعت على كندا وكان عندي الوقت الكافي إني أنا أقعد أفكر، قررت إني أروح عن معالج نفسي ثيرابيست، وهون فهمت إنه هذا اسمه تحرش وهو مجرم، لأنه هو أول شيء عم يستخدم سلطته يلي هو إني أنا طالب وهو أستاذ، تاني شيء فرق العمر، ثالث شيء إنه أنا قاصر. فهو لو كان بمحل غير سوريا للأسف كان حتما انحبس. ليش أنا طولت 7 سنين لبين ما حكيت عن الموضوع؟ أنا كنت جاهزة من 1.5 سنة إني أحكي عن الموضوع، وقررت إني أنا أنزل على حلب وأخبر الناس اللي عندهم سلطة. خبرت 2 كهنة، هن قالوا لي هن ما بيحسنوا يعملوا شيء. أخذوا لي موعد مع المطران يلي كان بوقتها، وحكيت له كل شيء مع ذكر الأسماء مع الأحداث بالتفصيل. فرجيته السكرين شوتس والصور والكونفرسيشنات يلي عندي، وطبعا هو انصدم. قال لي إنه معلش يا بنتي بلا فضايح، أنا بتصرف، أنا بخليه يقدم استقالته لأنه ما بدي أقلعه مشان ما يصير حكي. انتي لمي القصة وصلي. اعطاني كتاب صلي. صار 1 سنة ولساته عم بيدرس، ما صار شيء من يلي قال عليه. انا ما كان عندي غير حل غير اني انا اطلع ومثل ما بقولوا اختار الطريق الصعب واحكي انا عن الشيء اللي صار معي. عشت بحلب 18 سنة، 12 سنة بمدرسة، 8 سنين كشاف، 6 سنين تعليم مسيحي، كورالات. ولا مرة حدا حكى لنا عن موضوع التحرش. التحرش هو مانو بس اني انا اكون ماشية بالشارع ويجي واحد يلمسني ويمشي. التحرش له كتير اشكال اوسخ واقذر.